بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أعضاء اللجنة الوطنية، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطبيعة الحال كما جرت بذلك العادة، كما قلت البارحة ونعود فأكررها وأصر عليها باش تبقى حاضرة في اللقاءات ديال العدالة والتنمية أبد الدهر ما دام هذا الحزب موجودا. أن أول ما نبدأ به على الدوام هو أن نحمد الله ونثني عليه على ما أسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة التي لولا يعني هذه النعم الظاهرة والباطنة لما تيسر لقاؤنا هذا. علاش السعود هذه ذاك التصويره اللي كانت مشات دابا تجي ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان كاين شي اخوان عندكم على برا ياك. ايوا صافي الا كان اخ واحد شي بس ما كاين. انا ملي دخلت لعندكم لقيت ثلاثه، قلت واه غير ثلاثه اللي حاضرين، وانا شفت التصويره وانتم تبانوا لي بزاف، عاد فهمت اللي كاين تما اللي متبعين عن بعد. صحيح. فبغيت نقول للاخوان الكرام والمحترمين، صادف هذا اليوم على غير موعد. انا كنت كننتظر باش يكون فاتح محرم غدا، كنت جازما. ياك ايوا. اذا معلوماتي كانت خاطئه. انا اللي شفت في الانترنت وداك الشيء 2 فانا في النهايه يعني البرنامج اللي كنت داير ان اليوم غادي يكون فاتح محرم يكون. اذا البرنامج ديالي ما شد شيء، ولكن تنشعر بان هذا فأل خير ان يكون هذا اليوم الاول من هذه السنه المباركه ان شاء الله الرحمن الرحيم، هو يوم اجتماع معكم معشر الاخوه المسؤولين في اللجنه الوطنيه المحترمه. بطبيعة الحال انا تعطلت واحد شي شويه باتفاق مع الاخ المدير العام، لكي لا نضيق على الامور التي نعتبرها تقنيه، ولكنها هي ليست تقنيه، هي امور، كل الامور مهمه ومتساويه. واذا لم تكن الامور التقنيه تسير جيدا فلا شيء يمكن ان يسير بطريقه جيده. فإذا لاحظت أنكم تكلمتوا على الموضوع ديال العضوية، وأنا بالنسبة لي هذا واحد الموضوع جد 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 مهم. وأنا غنقول لكم واحد القضية، أنا في بعض الأحيان أصاب بالغرور ملي هذا الموضوع ديال العضوية قدرنا ننجزوا فيه هذا الشيء اللي نجزنا، بمعنى نقيو اللوائح ديالنا، واللي معنا واللي ماشي معنا واخا نقص العدد ربما بالنصف ولا اكثر. انا بالنسبه لي هذا الحزب هذا اللي مر من هذه الظروف هذه، من اللي باقي فيه تقريبا 20,000 واحد اللي كيتجاوبوا وتيعطيو الاسماء ديالهم والعناوين والتليفونات وما نعرف شنو، وتيحضروا بلا ما نتكلموا على اللجنه التحضيريه اللي يرافقها توفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم اجتهاد حقيقي من الإخوان جميعا. يعني سواء تعلق الأمر بالسيد الرئيس أو تعلق الأمر بالمكتب، هذاك المكتب كيتسمى ولا لا، هي اللجنة، أو تعلق الأمر بالإخوان في الجهات، أو تعلق الأمر بالحضور الذين يأتون من الأقاليم. يعني كل هذا يعني شيء كبير جدا جدا جدا. بل انا نقول لكم كنتمنى شي واحد يجي يقول لي كاين شي حزب يقدر يدير بحال هذا الورش ويمشي بهذه الطريقه هذه. راه انا كيوصلوني الاخبار، وعندي بعض الاصدقاء في الاحزاب الاخرى وتيقول لك السبيل حنا راه ما عندنا حتى حاجه، ماشي معنا لا تصويت لا والو. عندنا واحد البلاصه كيجلسوا فيها الكبار ديال الحزب، وعندنا بلاصه اخرى باب اخرى قال لك باب كيدخلوا منها الكبار وباب كيدخلوا منها الاخرين، الماكله يمكن حتى الماكله هي مختلفه الى اخره، فهمتيني ولا اشياء من هذا القبيل. بلا ما نهضروا على اللي كيمشي يجمع الناس ويجيبهم للتجمعات اللي عندهم علاقه بالحزب واللي ما عندهمش علاقه الى اخره. يعني فهذا حزب يعني جدير بكل احترام، وما أنجزه في هذا المجال ما أنجزتموه أنتم. يعني
السي سعيد خيرون والسي بهاء الدين أكدي على رأس هذا الورش، وأنتم معهم الإخوان المسؤولين على الجهات والإخوان المسؤولين على المناطق، حيت دائما حنايا بصفة عامة كنشعروا بالنقص في العمل ديالنا، وهذا جيد. هذا كينفع دائما باش تزيد، ولكن ما خصوش يوصل للإحباط. بالعكس، أنا هذا الشيء اللي تنشوفكم درتيو، وأنا كيجيب لي الله هذا العدد راه كبير جدا. إلا فرضنا أنه نديروا المعدل ديال 100 مدينة، ياك عندنا 100 مدينة في المغرب تقريبا، 100 مدينة، إذا نقولوا عندنا 200 واحد في كل مدينة المعدل، إذا احنا نقولوا غير 100 واحد، فهمتينا ولا لا؟ كاين القرى وكاين، يعني هذا شيء كبير جدا تنظن لحزب يعني مر من هذه التجربة القاسية والشديدة بطبيعة الحال. وثم كما لا يخفى عليكم هذه القضية هذه، وهي بصفة عامة خصكم تردوا البال، كاين شي أمور محسومة. السي دريس ما كانش حاضر كنظن ديك الساعة، ولكن ربما يكون تابع بطريقة، يعني الإخوان بحال ملي كيجيهم شي مشكل كيحصلوا فيه، ما تحصلوش فيه صافي. العضوية قلنا العضوية كاينه امور يعني اذا شئنا ان نقول حديه تحددها بطريقه قانونيه، هي الاخوان اللي تجاوبوا معكم، اللي كيحضروا في اللقاءات، اللي كيعطيوا الالتزام ديالهم. بالدرجه الاولى القضيه ديال الالتزام هي مساله كومون ديغيج، يعني سهله المراقبه. كاين شي كلمات يقولوها بالفرنسيه ما مشات ليا، هي فيريفيابل، فريمون فيريفيابل، فهمتيني ولا ها؟ ميزورابل فيريفيابل الى اخره. انت دابا هذه جاتكم سهله، بلاتي نجيب لكم شي وحده اخرى واعره وتشوفوا. فصافي، اذا وهذا الموضوع ما نبقاوش مشغولين به. وانا الراي ديالي والله اعلم، يعني خاص الاخوان يكونوا خلصوا كل شيء، داك الشيء اللي كيتسالوا، اللي ما خلصش ما كاينش صافي، باش تكون واضحه الى حدود نهايه 2024. وغنعطيو واحد الاجل ديال التسويه، خصو يكون السي دريس قبل من المؤتمر بوقت كبير. كنقول انا لو كان يكون شهر، زعما شهر ماكسيموم دو بلوس، يعني ديال كاين الجمع العام، ديال الانتداب. بدون شك، لا بدون شك، لا خص يكون هذا الموضوع مصفي 3 شهور قبل المؤتمر على الاقل، خص يكون مصفي. غير حنا لان درتيو لنا فيه الى حدود ولكن انا الا اتفقتوا معايا ديروا الى حدود سبتمبر السي دريس. المستحقات الى حدود نهايه دوجنبي. الاداء غادي يكون قبل فبراير، لان الجمهور العام الانتدابيه غتكون ان شاء الله في فبراير 2000. انتهى الكلام صافي. هذا كلامك السي دريس. هو واش شتي دابا السي دريس خصك تبقى تحضر معنا يا اخي، تحضر معنا. شوف نديروا لك دي بغيتي غير اجي. هذاك السي بهاء الله يرحمه، واحد الوقت مشى عند الناس الاخوان ديالو في الاداره وقال لهم ودي انا غنقدم استقالتي، ما غنبقاش في هذه الاداره. قالوا له علاش؟ قال لهم ما بقاش عندي الوقت مع الحركه وهذا الشيء والحزب دار ليا وداك الشيء. قالوا له عرفتي اش دير؟ قالوا له شنو؟ قال له الله يخليك رجع عندنا غير مره في السيمانه. الله يرحمه مسكين. كانوا كيبغيوه وكيقدروا الحضور ديالو، واخا تيكون ماشي زعما يعني، لان السباق كان مسكين كيبقى يدور حتى كيطيح كينعس عاوتاني الى اخره. فهاد القضيه والقضايا كلها هي اللي عندكم زعما تفاعلوا معها انتم دابا الاخوان. خصكم ما تنساوش واحد القضيه كبيره. شنو هي هذه القضيه الكبيره؟ هي انه الحزب ديالكم بلا ما نتكلموا على الظروف ديال النشأة ديالو، يعني جاء من موضوع كبير وهو المرجعية. هذه القضية المرجعية بلا ما نبقى نقولها لكم كل مرة، نقولها لكم صافي اللبيب بالإشارة يفهموا. هي أعظم ما رزقنا الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما انتبهنا إليه، وأعظم ما أخذنا به حتى كحزب سياسي. ما كاينش شي حاجة أحسن من هذا الشيء. يعني الإنسان كيتخيل أنه واخا يخرج من الدار ديالهم ويسمح في الوليدات ويسمح في الحد ويسمح في السبت وإلى آخره، راه كيشتغل مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه واحد النعمة كبيرة. أنا بعدا جالس كنتسائل دابا،
واش انتبهتي ولا ما انتبهتيوش ان الانسان ولا الدماغ ديالو فيه واحد المعادله وحده هي اللي فيه. شنو هي هذه المعادله؟ هي واش عنده الامكانيات باش يعيش في هذه الدنيا ولا ما عندوش. هو ولا كان مزوج هو ومراته ووليداتو كان بعقله، ما كانش مزوج كاين اللي تيبقى غير لراسو ولا الى اخره. هذا هو الذي. طيب وشنو هو الهدف ديالك في هذه الدنيا هذه؟ كيتفكر، ما تيتفكرش الانسان الهدف ديالو، تيتفكر شي حوايج، تيتفكر الدين، تيتفكر غير كيتفكرهم وتيدير منهم شي حاجه. يعني تيمشي شي مره للعمره ولا شي مره للحج وكيصلي شي شويه ولا ما كيصليش ولا كيصلي غير الجمعه ولا الى اخره. وبقيت كنفكر في الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضيه ديال يدبر شأن حياته وطعامه وشرابه، داك الشيء ماشي ما كانش لم يكن يهتم به، ولكن يكاد يكون هامشيا. وشحال من مره ما تيلقى والو هو براسو، وشحال من مره غير تيجيب له شي صحابي شي بركه، فهمتيني ولا لا؟ وشحال من مره تيعيط عليه شي صحابي كيديه للدار يوكلوا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما واكلش، وهو كان صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان يجوع حتى يربط على بطنه صلى الله عليه وسلم الحجر والحجرين، فهمتيني ولا لا؟ اذا هذا الشيء كله اللي مشغول به البشريه ولا مشغول به المواطن راه هو نسبي، ولكن نحن اسعدنا الله سبحانه وتعالى وله الحمد وله الشكر على ان اعطانا هذا الهدف. هذا هدف كبير. احنا مشغولين يعني مع بعضياتنا اولا وقبل كل شيء، وها نحن نقول بعض المواعظ التي قد تنفعنا، نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. في الحقيقه هذا الشيء باقي خصنا نزيدوا نتعمقوا فيه، فهمتيني ولا لا؟ يعني نزيدوا نقراو كلام الله، ونزيدوا نقراو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزيدوا نثبتوا التربيه ديالنا الدينيه. راه الانسان هذا الشيء لا نهايه للكمالات. راه هذا الشيء هذا حتى الا افترضنا اننا مزيانين، وانا كنظن اننا مزيانين واحد شويه، باش ما عنديش قناعه باللي بعدا نهضر غير على راسي بلي انا زعما مزيان بزاف، ولكن هذا المجال هذا ما فيش لا ليميت. غير ضرب، غير سير. شحال ما وصلتي اقرا وارتقي، شحال ما وصلتي زعما راه مزيان. يعني هاد النعمه من الله سبحانه وتعالى. اعطينا الله سبحانه وتعالى هدف. احنا مشغولين مع بعضياتنا، احنا مشغولين مع الدوله، مشغولين معها، كنقولوا لها هذه هي هذيك، هذه ماشي هي هذيك. نحن موقفنا الان في المعارضه ديال الحكومه، فهمتي ولا؟ وحتى ديال الدوله حين تكون الدوله خاطئه، لان الدوله ماشي هي الله سبحانه وتعالى. نحن مأمورون بطاعه الله ورسوله، فهمتي ولا؟ واولي الامر يعني منا في المعروف، انما الطاعه في المعروف، ماشي طاعه مطلقه. يعني هذا باش تكون الامور زعما يعني كتختل بعض المرات الامور، خصكم تبقاو موقظين، لان راه الا ما انتبهتيوش راه الدنيا فيها واحد العادات ديال الفخاخ ديال الصنارات. غير تمشي تشد في وحده واخا تكون حوته فيك 30 طن، راه صناره وحده تجرك، فهمتيني ولا؟ فخص الانسان يبقى زعما دائما موقظ وعارف راسو اش كيدير. هذا هو، وهذاك الشيء هو اللي فيه المصلحه ديالنا، هو اللي فيه المصلحه ديال الدوله. راه ماشي الدوله كتسعد بمن يوافقها دائما. هذاك علاش هذاك زعما ما وفي الاخر هذاك نقول لك واحد القضيه ما تتبقاش حتى ما كتبقاش عنده يعني جدوى، ما كتبقاش عنده جدوى. لماذا؟ الناس عارفينه باللي ولا الناس دابا التاريخ ديال الاسلام العلماء اللي كانوا فيه والناس اللي كانوا فيه واللي عاشروا السلاطين والحكام وكذا الى اخره بزاف، ولكن الناس باقيين عاقلين على الامام مالك، وباقيين عاقلين على احمد بن حنبل، وباقيين عاقلين على ابو حنيفه، وكل واحد فيهم عانى، وباقيين عاقلين على الشافعي، وباقيين عاقلين على السي عبد السلام قسوس اللي كان في فاس، فهمتين ولا؟ وعانى مع المولى اسماعيل، مع ان المولى اسماعيل يعني سلطان عظيم وكبير والى اخره. فهذا الشيء هذا خصو تبقاو نتوما واعيين به وتبقاو ملتزمين به. ولكن احنا ماشي ضد الدولة، لا ابدا، احنا مع دولتنا ونناصرها ونوافقها ما وجدنا الى ذلك من سبيل. فاذا راينا انها على خطا فاننا ننصح لها او نعارضها في حدود. راه حنايا ماشي شي معارضين زعما بروفيسيونيل، ولا شي معارضين اقوياء شرسين بحال اللي كان لي تشبيلات في الاردن، ولا حنا راه غير، فهمتي ولا؟ ياك السي عبد الاله، ياك حنا لابد نحاولوا شويه لاننا، فهمتي. ولكن الحمد لله هاد الساعه حنا رحنا هنا، فهمتي ولا؟ وموجودين. طبعا كاين اخوان اخرين يعني بحال جماعه عبد الاحسان ولا غيرهم، ولكن حنايا يعني
يعني في الساحة، وكان نتكلموا الصغيرة والكبيرة إلى آخره. وهذا الشيء هذا راه نعمة من الله وهدف كبير، وربما إذا تقبل الله أجره لا يتخيل. فهمتين ولا؟ بلا ما نذكركم بكل شيء الأمور الكبيرة والعظيمة التي يسر الله لنا. فهمتين ولا لا؟ يعني سواء تعلق الأمر يعني بموقفنا من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أو تعلق الأمر بموقفنا في 20 فبراير، أو تعلق الأمر بمواقفنا كلها. وهذا الشيء هذا راه باقي نستمر إلى الآن. فهذا الشيء هذا راه يعني هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولكن ملي تجيو العضوية راه ما يمكن لكمش تبقاو الإخوان لاصقين في الإخوان، لاصقين فيهم. لا سيدي اسمح لي، هذا الشيء ديالنا هو عرض، وعرض. نحن وفقنا الله سبحانه وتعالى لهذا الذي نحن فيه، هو معروض على الإخوان. ما كاينش الإكراه في الحزب، وما كاينش الإحراج. ما كاينش الإحراج. اللي باقي باغينا وباقي باغي يمشي معنا مرحبا به. اللي ما بقاش باغينا ولا ما تلاش باغي وبغى يمشي معنا بغى يمشي، ان ارض الله واسعه كما قال السي عبد الرحمن اليوسفي، باش تكون زعما الامور واضحه. واللي كان بين كينتظر تشوف ان الامور زعما تحسن بالنسبه اليه ولا كذا، ولا كيبان له اننا يعني لسنا على صواب، هذا عاوتاني حتى هو حر. خصكم تخليو الناس احرار. انتم خدموا مع اللي كيخدم معاكم، خدموا مع اللي كيخدم معاكم، خدموا مع اللي كيبغيكم، خدموا مع اللي تيق فيكم. كتقولوا الاخوان النشاط المركزي ديال الحزب جيد، ياك هذا انتم عليه متفقون، ياك هادشي اللي كتقولوا، ياك القياده ديال الحزب الحمد لله خدامه. القياده ديال الحزب فيها الامين العام، فيها الامانه العامه، فيها المجلس الوطني، فيها اللجنه الوطنيه الحمد لله كتنعقد، كتوجهين كل واحد ياتي من فجه العميق بشكل او باخر. فهمتيني ولا لا؟ على مستوى الاقاليم كتقولوا بلي كاين شويه ديال التعثر وداك الشيء. خدموا باللي باغي يشتغل معكم الاخوان الكرام والمحترمين، ما تصدعوش ريوسكم. فهمتيني ولا لا؟ راه نقول لكم بغيتو تعرفوا شنو هي الكثره. الكثره انما تتم الكثره بالغلبه وتتم القله بالهزيمه. نحن مررنا من هزيمه قاتله والحمد لله لم نموت، خلافا لما يدعى. حزب العداله والتنميه لا يزال حيا يرزق، ولا يزال حيا يعني يحاور، ولا يزال حيا ينصح، ولا يزال حيا يعني يعارض، ولا يزال حيا يعني يواجه. فهمتيني ولا لا؟ كل ما يعتبره خطأ او يعتبره هذا خص الامور هذه تكون زعما واضحه في الدين ديالكم. وخصوصا انه يعني في هذا الوقت الذي نحن فيه اذكركم واذكر نفسي بما نحن بصدده. دازت المعركه ديال المدونه، وكانت بالنسبه لي انا من اهم المعارك اللي كانت هاد السنوات الاخيره. فهمتوني ولا لا؟ يعني الحمد لله كنا السباقين الى اثاره الموضوع. ما راينا من بعض الجهات. ثم بعد ذلك جلاله الملك مشكورا يعني طرح الورش. شكون اللي دار لنا هذا؟ الاخوات مساكن. لا باش تفهموا مزيان خصنا حنا نديروا الحجاب باش نشعروا داكشي اللي كتشعروا به، لان حنا جالسين بلا حجاب كنظلموكم. فهمتينا ولا لا؟ لا هو انا نشوش عليا بالصوت ديالو فهمتي. كنهضر انا وياه ديجا، انا الا كان كيهضر معايا شي واحد صافي كان حل حيد المكانه حتى هي. حتى المكانه غتدخل، حتى المكانه غتدخل. فاذا بغيت نقول للاخوان الكرام والمحترمين، هذه القضيه ديال المدونه يعني في الحقيقه باش تفهموا مزيان، حنايا ملي تكلم سيدنا في المره الاولى ماشي دابا، تكلمنا قبل ودرنا. ملي تكلم سيدنا في المره الاولى يعني سكتنا، ولكن الاخرين ما سكتوش، ناضوا حنايا ودينا كنعطيو الراي ديالنا ونقولوا كذا الى اخره. فهمتيني ولا لا؟ يعني صدرنا يعني الموقف ديالنا في الاول، ومشاو الاخوان لعند اللجنه. فهمتيني ولا لا؟ وعرضوا عليها داك الشيء اللي غيعرضوا عليها، وداك الشيء درناه في وثيقه مكتوبه، كتاب يعني كتيب صغير. فهمتيني ولا لا؟ ناضت السيده ديال حقوق الانسان، فهمتيني ولا لا؟ خرجت العجاب الذي ليس مقبولا لا شرعا ولا وضعا ولا عقلا. حيث بالمناسبه هذه القضيه ديال المدونه راه لم تحاربنا فيها اي جهه ذات اعتبار.
يعني غير اشخاص هكذا. هذه سيده ديال حقوق الانسان، هذه فيدراليه ديال ما نعرف شكون، هذو بعض النساء، حتى شي جهه شعبيه حقيقيه يعني عندها يعني ما نبغيش ما نذكرش يعني بعض الاحزاب اللي كان عندها، ولكن كل شيء بان باللي المجتمع يعني مع المحافظه على المرجعيه الاسلاميه في اي تعديل واعطائها المكانه يعني المناسبه لها، وهي المكانه والمرتبه الاولى. وعمل سيدنا هذيك اللجنه ومشينا لعندها الى اخره، وتسالى الموضوع بالنسبه الينا. ولكن هؤلاء الناس لما فجلاله الملك مؤخرا يعني قرر ان يعرض هذا العمل اللي جاء من قبل رئيس الحكومة الذي استقبل عمل اللجنة على المستوى الأول، يعني أن يعرضه على المجلس العلمي. احنا أول من كان يجب أن يعني يعلن ارتياحه لهذا القرار، ولكن وقرنا جلالة الملك، قلنا دابا هذه واحد الحاجة بين سيدنا وبين المجلس العلمي. بكل صراحة هذه كانت الفكرة ديال السيد رئيس، قال لي السيد إلا ما ندير والو، باعتبار أن هذا يدخل في إطار الصلاحيات الخاصة والحصرية لجلالة الملك، أنه هو يعرض على المجلس العلمي ويعطيه توجيهاته. هذا ما فيه حتى شي حاجة، هذا جلالة الملك هو الرئيس ديالو، وهو الرئيس شرعا، هو راه ملك المغرب وهو راه امير المؤمنين. العلماء غادي يعطيو يعني الفتوى ديالهم، وهو اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديال القرار اللي غادي يتخذ، هو الرئيس. فاحنا لم نبدي حتى ما عبرناش حتى على الارتياح ديالنا، وظنينا انه الاطراف الاخرى ستوقر هذا القرار اللي هو سيادي وشرعي وديني ومرتبط بالصفات ديال امير المؤمنين ديال جلاله الملك. لانه دابا هذه القضيه ديال امير المؤمنين خص عاوتاني الاخوان يوليو يفكروا فيها لان هذه واحد السر موجود في المغرب في هذه الساعه هذه بوحدو فيما اظن. كاين بعض الدول الاخرى ولكن ماشي ليست على مذهب انه احنا ماشي اماره المؤمنين عاد غنقروها البارح ولا البارح، لا، هذه إمارة المؤمنين في المغرب هذه 12 قرن وزيادة الإخوان. بمعنى آخر أننا احنا ما خضعناش للخلافة ديال الشرق، وهذا واحد من الأسرار اللي خلانا احنا بنفسنا ما ندخلوش في المنطق ديال الإخوان المسلمين اللي كيتكلموا على الخلافة. هما الخلافة اللي كانت في الشرق سقطت في 1923، لكن الخلافة الحمد لله اللي كرمنا الله سبحانه وتعالى بها في المغرب لم تسقط، وخا جا الاستعمار وجدها متماسكة بطريقة قدر أنه ليس من مصلحته أن يسقطها، ولو أراد أن يسقطها ربما لفعل، وربما النهار على كل حال اللي مسها، النهار اللي مس الرمز ديالها اللي هو محمد الخامس رحمه الله، اشتعل المغرب حتى جا الاستقلال عاد برد. هذه واحد والله يرحم السباهه. انا واحد النهار قلت له السباهه هذه القضيه ديال، لان في الاول كان عندنا مشكل في الملكيه، حتى احنا كنا بحال تيقول السباهه قال كل شيء تيمشي للغابه ولكن مع المغرب تيبقى فيها غير الحمق. حتى احنا كنا ضد الملكيه. كاين الشيء العربي ولا نسيتيه؟ طبعا احنا يعني 3 ولا 4 ديال الناس ولا 15 كاع ولا 20 بالكاد لقينا شي دويرات فين نسكنوا ديك الساعات، يلاه توظفتي انت، يلاه توظفت انا، يلاه توظف السباع الى اخره، وكنتجمعوا على شي بركه كناكلوها وحنا ضد الملكيه. وسير انت بحال اللي تيقولوا الحشيشيه قالوا الا كان هذا البحر كل حريره شحال خصنا ديال الزليف. راه الحشيشه راه ماشي غير داك الشيء اللي كتاكل، راه الحشيشه تقدر تكون حتى يعني فكريه وتقدر تكون حتى فهمتي. فحتى حنا كنا في هذا. قلت له ولكن هذا الشيء هذا انا يعني انتبهت في السجن في درب مولاي الشريف، فهمتي ولا لا؟ يعني انه هاد الطريق ما عندها حتى معنى، وانه هذا الشيء اللي تنتكلموا عليه على الدوله الاسلاميه الحمد لله موجود
فهمتيني ولا؟ والمملكه المغربيه مكتوبه فيها الدوله الاسلاميه. طبعا ملي خرجت كنقول هذا الشيء للاخوان، قالوا لي ساب لا ولكن ما كتطبقش الاسلام. قلت لهم طيب وانتم تطبقوا الاسلام قولوا لي. قالوا لي لا حنا ما تنطبقوش الاسلام. قلت لهم راه بحال بحال، غير هما كل واحد الظروف ديالو، كل واحد كيطبق داك الشيء اللي يقدر ما كيقدر. واحد الوقت ملي وصلت 89 الا باقي كنتذكر، غادي انا والسيبه واحد النهار في السياره، قلت له السيبه اللي بقات عندنا هي هذه القضيه ديال اماره المؤمنين صعيبه بزاف، كيفاش غنديروها؟ لان حنا اقتنعنا بها، لا انا لا هو اقتنع بها. قال لي بالعكس السبب الى لان ديك الساعات كانت اماره المؤمنين عليها واحد الكلام، واحد اللغط كان، فهمتيني ولا لا؟ فهمتي؟ قلت لي طبعا حتى الدوله الاسلاميه كان عليها لغط، راه باقي كتذكروا المقال المشهور الدوله الاسلاميه قائمه فلا تبصرون، فهمتيني ولا لا؟ ولكن الحمد لله يبدو انه الحمد لله الناس مع المده يبصرون وينتبهون ان الدوله الاسلاميه بل ربما حتى شي حاجه اخرى حتى هي مهمه، ماشي غير الدوله الاسلاميه فقط. فالحمد لله على كل حال. انا اللي باغي نقول للاخوان انه يعني داك الساعات قال لي السبا بالعكس هاد القضيه ديال اماره المؤمنين غير هديه من الله لنا، لانه ديك الساعات بدات يعني المدارك ديالنا تتفتح وكتنتبه ان دوله بحال سوريا. داك الساعات الكتابه ديال سعيد حوا كيوصف شنو وقع لهم فيها، تيقول لهم سعيد حوا احنا لكي نضع في الدستور ان دين رئيس الدوله يجب ان يكون هو الاسلام، قال له هذا رجع لنا اللور. فاحنا ماشي كرمنا الله سبحانه وتعالى بان دين رئيس الدوله هو الاسلام، ولكن ان ملكنا هو حاكم شرعي ممتد في التاريخ ومبني على اسس شرعيه. ولهذا يعني النهار اللي تكتب الدستور الاول، اول من عمل الملاحظه هو الدكتور الخطيب، وهو اللي دار البيعه في الدستور، فهمتيني ولا لا؟ اذا كنت اذكر، وهذا الشيء اللي كان كيقول لنا باش تذكرت البيعه في الدستور. والملك اليوم رغم انه ينعقد بالدستور اذا قدر الله الوفاه ديال الملك، وهذا يعني اشياء يعني بريفي، يعني كذلك البيعه يجتمعوا يعني اعيان القوم والقوات المسلحه والعلماء والى اخره كلهم يبايعون السلطان. هذه مسائل كبيره بزاف، فهمتيني ولا؟ ولكن كيخصها شويه ديال الوقار والاحترام، وراه بها باش المغرب مهدن، وبها باش التطرف الديني ما نجحش في المغرب. طبعا الجانب الامني مهم، ولكن الجانب الامني ما عمره ما حل المشكل مطلقا. لا، الصفه ديال امير المؤمنين والتصرفات ديالو، الاحكام اللي كياخذ، اللي ما كيحاول ما يصطدمش بها، بحال اللي قال هو الله يحفظه، قال يعني لا يحل بصفة أمير المؤمنين لا يمكنني أن أحل حراما أو أحرم حلالا. بطبيعة الحال احنا عارفين بلي كاين ضغوط دولية وكاين جمعيات وكاين نسوانيات وكاين واحد الخليط، فهمتيني ولا؟ ديال الأشخاص اللي ما عندهم حتى شي ارتباط حقيقي بالمجتمع. إلا كانوا كيقولوا عندهم شي ارتباط حقيقي بالمجتمع نهودوا المجتمع ونشوفوا التصويت اش غادي يعطي، فهمتيني ولا لا؟ انت عندك يسحب لهم هذه الانتخابات ديال 2021 تبقى تكرر دائما، فهمتي؟ خص تكون الامور زعما واضحه. ملي غادي تجي الامور الا كانت المرجعيه، راه المغاربه ما كيعرفوا. الله يرحم عليها السي حردان قال لهم حنا في الشلوح كنعرفوا غير انا بالله والشرع. ملي الشلح كيتظلم في المناطق ديالهم ما تيعرف غير حاجه وتيقول انا بالله وبالشرع، فهمتيني ولا لا؟ وهذا الشيء هذا انا شفت واحد النهار واحد الفيديو كيتكلم على ظهر لي حسن البكر، وكيتكلم على الزعيم ديال الاكراد. ديك الساعات كان غير واحد، ما كانوش جوج ولا ثلاثه، ومشى لعندهم، باقي ما كاين لا مشاكل بزاف ديال الاكراد لا والو. هذاك قال له شنو بغيتيو؟ قال له جبد له المصحف، قال له تحكموا فينا هذا، قال له هذه ما نقدرش عليها. هذاك الزعيم واش عبد الكريم قاسم ولا حسن البكر؟ عبد الكريم قاسم قال له هذه ما نقدروش عليها، احنا الحمد لله قادرين عليها. باقي الدين هو الاصل، هو المرجع. طبعا كاين المخالفات وكاين الاخطاء وكاين اللي كيطالب بالعلاقات الرضائيه وكاين يعني ولكن باقي المغرب الحمد لله
في العموم باقي محافظ، وباقي الصفه ديال امير المؤمنين عندها معنى. وهذه الصفه هذه حنايا ملي شفنا سيدنا صافت المجلس العلمي قررنا ما نهضروا ما نتكلموا ما والو. التشاور بيني وبين السيد رئيس ديك الساعات وثم الاخوان وافقونا، فهمتيني ولا؟ واذا به واحد المجموعه ديال الناس كل واحد منين خارج، فهمتيني ولا؟ يعني من الجحور، فهمتيني ولا؟ انا حقيقه انا هذه جاتني كبيره بزاف، واعتبرت باللي هذا واحد التجرؤ على مكانه جلاله الملك وعلى العلماء. وكاين اللي كيبغي يقري العلماء. انا جالس كنقرا اليوم، فهمتيني ولا لا؟ شي وحدين تيقول لهم خصكم تفتيوا على حسب هذا ربما في دوله يعني عندها واحد اليقظه مطلوبه والظروف كتسمح، هادو خصهم يتابعون في المحاكم، لان هذوك العلماء حصريا لا يحيل عليهم الا جلاله الملك، وهم لا يرفعون الا لجلاله الملك. هذا واش هو هذا القانون السيد هذا الظهير ولا ماشي هو هذا؟ فهمتي؟ ويقراو هاد الناس الظهير. وثم واحد القضيه، اماره المؤمنين ماشي كيحميها الظهير فقط، اماره المؤمنين كيحميها كذلك التصرف ديالنا وديال الفاعلين السياسيين، باش يبقى عندها معنى، تبقى عندها مهابه وتبقى عندها مكانه، لانه راه حنا باقيين محتاجين لها وغنحتاجوا لها الى ابد الدهر. ما حدنا باغيين نبقاو نكونوا مغاربه بحال اللي راه حنا مغاربه اليوم. نهار اللي لا قدر الله نبغيو نتبدلوا ما نبقاوش مغاربه بحال اللي حنا مغاربه اليوم، ونتحرروا من هذا الشيء كامل ونقطعوا هاد السلاسل ونمشيو نوليو علمانيين ولا نوليو شي مصيبه كحله، فهمتيني ولا لا؟ وديك الساعات ما غنمشي غنبقاوش مغاربه، ما غنبقاوش مغرب، وما غنبقاوش دوله موحده، وربما ما غنبقاوش دوله كاع، ربما سنزول. وانا هذا الكلام قلته عودته كذا. راه الخلافه الاسلاميه في الشرق زالت، وهي كانت كبر من الخلافه ديال المغرب. الخلافه الاسلاميه في الشرق راه كانت كتحكم تركيا كانت غير جزء صغير، ومصر والشام ديك الساعه كاع ما كان الاردن وسوريا وفلسطين، هادشي كلشي كان كيتعتبر الشام، والسعوديه ما كان يسمى اليوم بالسعوديه، وجزء من اوروبا الشرقيه الى حدود الجزائر. موقفوا توصلوا عندنا، وكيبقى هذاك واحد اللغز كيفاش توصلوا عندنا. ويقال انهم لما وصلوا عندنا، لما وصلوا للحدود ديال المغرب، قالوا هاد البلاد كيحكموها الشرفاء. ديك الساعات كانوا السعديين، الا باقي كنتذكر، قالوا هاد البلاد كيحكموها الشرفاء، ما خصناش نقربوا ليها. ايوا الناس مقرينكم هذه قرون، نتوما ما مقرينش ريوسكم، وباغيين تعلموا يعني العلماء، وباغيين تفتيوا، نتوما باغيين تفتيوا على العلماء. راه هذوك العلماء راه كاين فيهم اللي كيعرف داك الشيء ديالكم نتوما اكثر منكم. هذوك علماء حقيقيين، ماشي غير جاو طلعوا لتمايا. وملي جلاله الملك تيطلب منهم الفتوى، تيطلب منهم حكم الله، هو اللي غيتحمل المسؤوليه صحيح، ولكن كيطلب منهم حكم الله، ماشي كيطلب منهم حكم بوعياش ولا شي انا شي مره غير كنحبس راسي باش ما نقول شي مصيبه، فهمتيني ولا لا؟ شكون هي هاد بوعياش هادي؟ شكون هي؟ من هي؟ من اين جاءت؟ ما وزنها؟ ما حزبها؟ ما هذه جابتها ظروف، فهمتيني ولا لا؟ جابتها ظروف، ان شاء الله الرحمن الرحيم تذهب بها ظروف. هادشي اللي كاين، لا هي لا من يشبهها، بلا ما نقول كلام اخر. واللي باغيين يعلموا العلماء ديالنا شنو يفتيوا وشنو يقولوا، ثم كنقول لهم ونعود لهم، العلمانيين، والحداثيين، والديمقراطيين، سميو ريوسكم اللي بغيتو تسميو، حنا ديمقراطيين اكثر منكم، وبيني وبينكم حنا حداثيين اكثر منكم، اذا كانت الحداثه مرتبطه بالمنطق والعقل. والنقاش داز، تناقشنا ودرنا وتحاورنا وذاكرنا، وبانت القضيه فين غاديه، باينه الحمد لله باينه. وين طبعا انتم عندكم اللي مساندكم واللي كيحرككم ربما حتى من الخارج، واللي ما نعرف شنو، بلا ما نهضروا على حوايج اخرين، واللي كيعطيكم الميداليات وكذا الى اخره. راه ما كاينش الاخوان يعني المجانيه في الدنيا،
ملي تشوف شي ميداليه ولا شي ان بري ولا ان بريم ولا شنو هذاك الشيء كنسمع عرف شنو كاع اللي عطاو لواحد خويتنا تمايا، خاصك تعرف باللي راه خدامه المشروع ديالهم. حينتاش هاد الناس اللي على برا هما مضايقين من ناحيه حنا مسلمين، هما باغينا نكونوا بحالهم، ولكن ماشي نكونوا بحالهم باش نكونوا قدهم، لا نكونوا بحالهم باش يبقاو دايرين تزاطمين علينا. هما ما تيفهموش اننا حنايا ماشي بحالهم، وحنايا مسلمين، وحنايا ما بغيناهمش يبقاو زاطمين علينا. اذا كان المغاربه ديال الخمسينات وديال الستينات وديال الاربعينات استطاعوا ان يحرروا يعني المغرب على راسهم جلاله الملك محمد الخامس، فباقي الحمد لله المغاربه فيهم الروح وباقي فيهم الخير، وباقي ما باغيينش الاستعمار يستمر معهم بطرق مختلفه ويدخل في رجالهم وعيالاتهم، ودخلوا معنا تل ماشي بيد النعاس، دخلوا معنا الفراش الزوجيه. وغدا وبعد غدا غادي يبداو النساء المغربيات كيمشيو عند البوليس تقول لها راجلي اغتصبني، غادي هذاك البوليسي غتجيه الضحكه، ولكن القانون غيقول له سير شد هذاك الراجل وجيبوه وسولوه، وغيقول له شكون اللي قال لك بلي هي متفقه باش ان تعاشرها معاشره الزوج لزوجته، باش ما نقول لكمش ان تجامعها، لان هذه القضيه حتى انا ما عندي حتى مشكل نقولها ونعاودها. شكون اللي قال لك جيب الدليل؟ خصك تجيب الدليل اما من التليفون اما ما تجيب شي كاميرا مساكن هادو الدراري ديالنا اللي جايين، حنا فضينا من هذا الشيء كامل تقريبا، فهمتينا ولا لا؟ ولكن هادو اللي جايين فهمتي الله سبحانه وتعالى اللي عالم كيفاش غيديروا مساكن يعيشوا هذه الدنيا هذه. فهذا ولهذا انا هذه القضيه هذه ديال اماره المؤمنين ديال العلماء بغيت ننبه الدوله بصراحه، بغيت الا سمح لي سيدنا على كل حال هو قبل مني انني نقول له يعني انتبه يا مولاي بكل صراحه، هادو راه تيمسوا الاركان ديال الدوله. هذه اماره المؤمنين والتوقير الذي يجب ان يكون لها، التوقير واجب لجلاله الملك مطلقا. وتنعتز انني انا اللي اصررت على تلك العبارات الموجوده في الدستور ديال التوقير والاحترام. لما سيدنا صافط لينا، انا صفت له، انا عبد الاله بن كيران، نعم انا عبد الاله بن كيران هذا العبد المذنب، قلت للسي المعتصم نقول لسيدنا هذه القضيه ديال الملك مقدس، شخص الملك مقدس راه خلق لنا مشكل مع القناعات الدينيه ديالنا، لانه هذه جبناها من الدستور الفرنسي، والدستور الفرنسي عندهم التقديس ديال الملوك ديالهم يدخل في الحقيقه في شكل من الالوهيه، يعتبرون ان ملوكهم يعني دماؤهم دماء خاصه والى اخره. واذا قلت له هذه القضيه احنا راه ما خداماش بالنسبه الينا، فرفعها السي المعتصم رحمه الله من رجل عظيم، كان شويه كيضحك وشي شويه كيبان لك بحال مجذوب واحد شويه، ولكن رجل شجاع وعظيم وكبير، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحضير الدستور ديال 2011 والتوافق معنا كأحزاب ونقابات حوله، وبلغ له هذه القضيه هذه، وجاءنا الجواب من جلاله الملك مباشره، قال له قل لهم القداسه لله والعصمه للانبياء وانا ملك مواطن. ديك الساعه يعني ذاك الجمع كله كنا شي 36 واحد، كل واحد اش كيمثل فهمتيني، ولا الاحزاب والنقابات الى اخره، دخل علينا السرور. وثم بعد ذلك ملي وقع الاتفاق على هذه القضيه قلت لهم ولكن سمحوا لي، المكانه ديال جلاله الملك ماشي هي المكانه ديال اي واحد، سمحوا لي حنا راه ماشي فرنسا غادي نبداو كان نسخر من رئيسنا ونصوره انا هذه القضيه كتألمني وما عمرني قبلتها بالمناسبه. حنايا المسلمين لو التوقير ديال السلطان وديال الملك وديال الامير عندنا واجب وشرعي، والا في الاخر كتبدا تشوف راسك يحكمك شخص يستهزأ به وكذا الى اخره. ولهذا انا هذاك الشيء اللي كيجي من الخارج وذاك الكلام اللي كيجي من الخارج، بعض الاشخاص غير تيخرجوا من الحدود كيوليو زعماء وبلا ما عمرنا عرفناهم، وتيبداو يجيبوا الاخبار ويقولوا يخلطوا الحقيقه بالكذب ويقولوا الكلام اللي ماشي هو هذاك ويدصروا على سيدنا. انا كنقول للمغاربه وتنعودها لهم، ما تعاودوش تسمعوا لهم، سدوا على هذا الشيء هذا، سدوا عليه. الا كانوا هاد الناس رجال يجيو يدخلوا للبلاد ويتكلموا ويقولوا اللي بغاو ديك الساعات.
غتقول لي غادي يحبسوهم؟ لا، وراه الكلمة الحق عندها ثمن. ولكن باش تمشي للخارج وتبدا كتصرف التصرفات ديال الداصرين، هذه ماشي. ومنهم اللي كيرجع ويبدا يبوس اليد والرجل وما نعرف شنو الى اخره. خليونا من هذا الشيء، الله يجزيكم بخير. فهمتي؟ فانا تنقول انا اللي طلبت من الاخوان، ولهذا كاين هذيك العباره في الدستور ديال يعني ان شخص الملك يعني يجب احترامه وتوقيره. فهمتيني ولا؟ ما بقيتش تنذكر العباره بالضبط، ولكنها يعني مكتوبه هناك. فهذه القضيه هذه بغيت نقول لسيدنا راه هذا الشيء دابا راه ماشي معقول، وثم خصوصا في امرين متعلقين بالصفه الدينيه لجلاله الملك. اسمحوا لي يا الاخوان، الصفه الدينيه ديال جلاله الملك واماره المؤمنين. وراه واحد النهار يعني راه سي احمد توفيق، فهمتيني ولا؟ يعني راه هذا الكلام هذا هو قالوا راه باماره المؤمنين باش ضابطين الوضع الديني. راه الوضع الديني هو كل شيء يا الاخوان. اش كيسحب لكم؟ راه ما كاينش شي حاجه اقوى من الشعور الديني، واقوى من القناعه الدينيه، واقوى من العقيده الدينيه. ما كاين لا شيوعيه ولا راسماليه ولا بوغيليز. لا قدر الله اذا ارتبك الوضع الديني واذا ارتبكت العقيده الدينيه ديال المغاربه ما غتلقاوش داعي يشعلهم الله اش غتلقاو. واذا كان الامنيون يتمكنون من ضبط الواقع الحمد لله، فلان الوضع الديني لانه الوضع الديني مضبوط اصلا، مضبوط بهذه السلطه المعنويه الدينيه الكبيره التي يتمتع بها جلاله الملك، والتي يتصرف يعني بها في حدود ما يسمح به الشرع. هذا كلام من ذهب. والمغاربه تنقول هذوك العلمانيين دوك الحدثيين داك الشيء كله، تنقول لهم ردوا البال لهذا الشيء، ردوا البال. راه انتم دابا في هذا الوضع كتكلموا، وعندكم احزاب وعندكم جمعيات وكتقولوا اللي بغيتيو، كتقترحوا اللي بغيتيو، والدوله كتحميكم الى اخره. هذا الشيء كله خاصكم تعرفوا علاش مبني. راه مبني على هذا الشيء اللي كنقول. طبعا مبني على الدستور والديمقراطيه وحقوق الانسان، وهذا الشيء كله ما عندنا ما نقولوا فيه، ولكن راه مبني اولا وقبل كل شيء على هذه الصفه الدينيه ديال الدوله، وعلى هذه الصفه الدينيه ديال الملك ديالنا، ديال امير المؤمنين. يوقروا واحد الشويه، وليتو باغيين تقريو العلماء، وليتو باغيين تقريو باغيين تفتيو على اللي غيفتي على السلطان. صافي، ياك قدمتيو داك الشيء اللي عندكم ما تقولوا للجنه، تما انتهت مسؤوليتكم. اللجنه رفعت هذا رئيس الحكومه رفعها لجلاله الملك، جلاله الملك حالها على العلماء. ما عندكمش فين تدخلوا الا كنتيو كتحشموا ولا كنتيو واعيين بعقلكم. اسمحوا لي فهمتي. وانا باغي نقول للاخوان ديالنا هذه القضيه ديال المدونه غير تجبدات هي وحده، ماشي غير هي اللي كاينه. كاين دابا العداله والتنميه، سمحوا لي، بشحال من حاجه مشغول بالمدونه، مشغول بالمسانده ديال الاخوان ديالنا. يعني في فلسطين، فهمتي ولا؟ يعني زاد الله في مددهم ورزقهم يعني الصبر والنصر، فهمتي. وداك الشيء اللي كيعاني وراه الله سبحانه وتعالى اللي عالم به. حنا ولينا كنحشموا نهضروا على داك الشيء، لانه حنا كنقولوا شكون حنا حتى غنهضروا على هذا الشيء. انا ملي كيجي عندي شي صحفي تيبغي يتكلم معايا وتيقول لي نهضروا على فلسطين، تنقول له قول لي شنو غنقول انا على فلسطين. واش الناس يعني هنيه كيموتوا ليه في مره واحده 10 ديال الناس من الاسره ديالو، قبل منها 4 ديال الاولاد ديالو، ويجي عبد الاله يبدا يفهم عليه من المغرب. شنو هاد الهضره هادي؟ انت راه داك الشيء اللي كاين، راه الا كان غير الاخبار راه الجزيره كتعطيها. الحمد لله هاد المراحل الاخيره كيظهر ان الكفه ديالهم يعني الحمد لله يعني ترجح من جهه المقاومه ومن جهه يعني الرد على العدوان ديال ذاك العدو. لانه حنا شنو كنقولوا لها ديك اسرائيل؟ تنقولوا لها انت دابا ماشي تتقاتلي مع حماس. لو افترضنا انك تتقاتلي مع حماس نقولوا يعني حماس جبدتك يلا سيدي، ولكن انت تقتلين المواطنين العزال والعاديين كل نهار. الاخوان هذه غير معلومه غتقدروا تكونوا انتبهتوا لها ولا ما انتبهتوش ليها. كل نهار بغض النظر عن من يقتل تبتر اعضاء 10 من الاطفال كل يوم. اللي مشات له رجل، اللي مشات له يد، شنو الطفل دابا تمشي له يد ولا تمشي له رجل، خص العالم يتوقف. يجب ان يتوقف العالم. تمشي له يد او رجل طفل واحد، فكيف ب10 كل يوم؟
ماشي كل شهر ولا كل سنة. وهذا مسكين غادي يحمل هذه الإعاقة إن عاش، وهذا جد جد مستبعد، يعني عمره كاملا. وأنا مشيت لتما لغزة الإخوان، وهذا الشيء هذا كان واحد الشوية، وهذوك الحالات اللي شت تما ديال دوك المعطوبين ديال الحرب كتقطع القلب في ذاك الساعات. كان عددهم اللي شت أنا بضعة أفراد، فهمتيني ولا لا؟ وإذا به اليوم نحن أمام، فهمتي؟ وحنايا بطبيعة الحال كنا دائما ضد التطبيع، فهمتيني ولا لا؟ كحزب سياسي ما عمر حزب ديالنا ما قبل التطبيع ولا صرح بذلك. وهذا الشيء قلته أنا صبيحة اليوم الذي وقع فيه الأخ الأمين العام السابق ديك الوثيقة المعلومة، فهمتيني ولا لا؟ وقلتو باقي تنقولو. ولكن اليوم أنا مقتنع بقناعات أخرى أن هذه الدولة هذه ما صلحاش، ما عندهاش الحد الأدنى ديال الاعتبار ديال الإنسان باش الإنسان يدخل معها في كذا وكذا وكذا إلى آخره، فهمتيني ولا لا؟ وربما إذا استمرت في هذه الطريق اللي هي غادية فيها، لأنه العالم اليوم يتنكر، ولا ربما باقي ما وصلناش، باقي ما تجاوزناش واحد الخط اللي غادي يكون، ولكن لو وصلنا له راه هذا الشيء هذا غادي هذه الدولة هذه مهددة بالزوال حسب قناعتي أنا، لأنها لا تستحق الحياة، لأنها لا تحترم الحياة. كتقتل الناس العاديين، كتمشي كتدعي أن كاين واحد من حماس وتقتلوا 500 شخص. فين كاين هذا المنطق؟ وفين هو الدليل باللي كاين شي واحد من حماس؟ وما فهمتش أنا، يعني ما فهمتش أين هو العقل هذا العقل اليهودي الذي يتحدث عن عبقريته وكذا وكذا وكذا، فين كاين؟ وبعدا بالمناسبة هذه الحكومة هذه ديالهم هذه أحمق حكومة يعني مرت عندهم. راه من اللي جاو هما منوضين، راه هذا الشيء هذا اللي دارت حماس راه ماشي السبب ديالو داك الشيء ديال 48. داك الشيء ديال 48 طبعا ما عمره ما غيتنسى، ولكن الاستفزازات اللي كانت في 2021 و2022 من اللي جات هذه الحكومة المشؤومة الملعونة، تيدخلوا للحرام، مازال ما فهموش باللي راه داك الحرم يعني المقدسي هذاك راه بالنسبة للمسلمين راه يمكن أن يضحوا بأنفسهم جميعا في سبيل الدفاع عنه، وتيقتلوا الناس في الشارع، وعندهم واحد الوزير واحد الأبله، فهمتيني ولا لا؟ تيقول لهم أنا خصني نقتلوا ونديروا، ما عرفتوا واش باقي في الحكومة ولا فهمتيني ولا لا؟ انتي يعني كيف يعقل هذا الكلام؟ فأنا مازال ما فهمتش. أليس فيكم رجل رشيد؟ أنا نتكلم مع اليهود بصراحة، واش ما عندكمش يعني ما كاينش شي طريقة باش تخلصوا من هذه الحكومة المجنونة وتقلبوا على حلول أخرى؟ فهمتيني ولا لا؟ إلى متى؟ وهل تعتبرون أنه إذا استطعتم أن تنتصروا على حماس أو على غزة أنه هذا الشيء هذا وجدوا ريوسكم باش هذا الشيء هذا يوقع لكم مرات ومرات ما دمتم في هذا المنطق، وما دمتم في هذه العنجهية، وما دمتم في هذا طبعا تقولوا لي احنا ما محتاجينش للنصائح ديالك السي عبد الاله. انا ماشي تنصحكم، انا غير كنتعجب وبالمناسبة أنا ماشي ضد السامية وماشي ضد اليهود، وما عمرني ما كنت ضد اليهود، لأن ديننا ليس ضد اليهود. اليهود هم الذين ضدنا. الله قال لنا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولم يأمرنا بمعاداتهم. بالعكس، اللي ضد اليهود ماشي احنا، اللي ضد اليهود هما الأوروبيين، هما اللي محنوكم، هما اللي داروا لكم. على ملي وقع لكم داك الشيء في اسبانيا، فين هربتيو وجيتيو؟ ما جيتيوش للمغرب والجزائر وتونس وليبيا، ومشيتيو حتى لتركيا ومصر وكذا الى اخره. علاش حنا عندنا كتسمعوا ولا ما كتسمعوش اليهود البلديين والروميين؟ شكون هما البلديين؟ شكون هما اليهود البلديين؟ هما اللي كانوا قبل ما يجيو اليهود اللي كانوا في الاندلس. النهار اللي صافتني سيدنا لواحد المعبد ديالهم باش نساهم معاهم، يعني جدوه داك الشيء، فهمتي ولا لا؟ في الافتتاح ديالو هذاك المعبد كان خاص باليهود البلديين، حتى هما كان البلديين بمعنى هذوك اللي كانوا في فاس قبل ما يجيو الاخرين اللي لقيتي
لقيتيهم وباقين لدابا، باقي اليهود اللي بغاو يبقاو في المغرب باقين معززين مكرمين. طبعا كاين شي يعني شي اصوات كتنتقد ان احدهم يعني مستشار وكذا الى اخره. حتى هذوك راه ماشي حيت يهودي، ولكن حنايا العقال ديال المغرب ولا الاحزاب السياسيه ولا لا تتعرض لاي يهودي يعني بالاساءة، لا بالكلام ولا بالفعل. طبعا هما مواطنين بحال الناس كاملين، شي مره كتوقع شي حادثه بحال اللي كتوقع مع المسلمين كتوقع مع اليهود. وباقين اليهود في واحد العدد ديال الدول الاسلاميه، باقين في اليمن، باقين في ايران، باقين في تونس، فهمتيني ولا لا؟ عندنا فين لقيتيو الراحه والامان، وهذا الشيء دابا بعض العقلاء منكم تيقولوه، ولكن يبدو انه تعميتيو ما بقيتيوش وحنايا دابا الاخوان كنقول لكم هذا الكلام. طبعا ما عنديش الرغبه باش نقول لكم هذا الكلام باش نوعيكم، حيت انتم الحمد لله واعيين، والناس اللي كيسمعوا هذا الشيء واعيين في العموم، ولكن تنقول لكم باش نقول لكم بلي هذه هي المهام ديالنا. الى حد الان انا نقول لكم الى حد الان حزب العداله والتنميه يعترف بانه مقصر في مسانده اخواننا في فلسطين بجميع المعاني، بلا ما نتكلم على الاحزاب الاخرى ولا نتكلم على الهيئات الاخرى، فهمتيني. لو ما تعجبنيش حتى الطريقه اللي يخص الاخوان ديالنا يساندوا فلسطين ويساندوا غزه ويساندوا الابرياء ويساندوا الابرياء ويساندوا يعني المدنيين الذين يقتلون ويساندونهم بالمظاهرات ويساندونهم بالمسيرات ويساندهم بالمهرجانات. خصكم دابا الاخوان دابا تتكلموا على الانشطه ديال الحزب، خصكم ديروا على الراس ديالها ديروا مهرجانات يعني لمسانده اخواننا في فلسطين وفي قطاع غزه بالخصوص، فهمتي، على راسها. وانا في الحقيقه راني شي شويه منزعج او مقلق، خليني نقول لكم عليكم واحد شويه، لانه كنشوف باللي ما تبدلاتش مجهودات درنا حنا مهرجان هنايا في الرباط الحمد لله في الرباط، وكان ناجحا، ولكن ليس بالشكل الكافي في رايي، نقولها بصراحه ووضوح وتواضع. كان المفروض انه ما يبقى حتى بلاصه خاويه في المسرح ديال محمد الخامس. نعم كان عامر وكان كل شيء، ولكن يعني داك الشيء ما كافي شيء. وبالمسانده الماليه، وتقولوا لي اش السي عبد الاله كيفاش غنديروا ندخلوا في الهضر، اللي بغى يدير الخير غيعرف كيفاش يديروا. بالمسانده الماليه وبكل ما نستطيع، ولو استطعنا ان نرسل اخواننا ونرسل انفسنا والله ما نبقاو هنا، نمشيو حتى حنا لتما، اقل ما نديروا غير نموتوا معاهم. كيفاش هذه القضيه هذه حنا جالسين في حياتنا عاديين، فهمتيني ولا، كناكلوا ونشربوا ونضحكوا كذا الى اخره، فهمتي، واخواننا يعيشون ما يعيشونه. هذوك اخواننا، حنا امه اسلاميه. اذا كانوا المغاربه هبوا الى نصره صلاح الدين قبل قرون، فشنو حنايا دابا اللي ما نستافدوش حتى من الاجداد ديالنا؟ غير قولوا لي واش تبدلنا، واش ولينا شي حاجه اخرى. والاخطار التي تحيط ببلادنا وامتنا ايها الاخوه الكرام كثيره. حنا تنتكلموا دابا، جبدنا شويه القضيه ديال المدونه، جبدنا شويه القضيه ديال فلسطين. هذه الحكومه هذه مع الاسف الشديد غاديه في الاخطاء والمخالفات، وحتى ملي كدير شي حاجه مزيانه يعني ما كتكملهاش. انا نقول لكم هذه القضيه ديال الاخوان ديال كليه الطب، يعني الاخوان ديال البرلمان ديالنا وديال يعني ما قصروا في الاتصال ومحاوله ايجاد صيغه للصلح الى اخره. وفي النهايه بكل صراحه انا رعيت على السي بيتاس، قلت له السي بيتاس راه هادشي اللي درتي وراه مزيان، لان كان السي بيتاس خرج وعمل تصريح تيقول الطلبه ديال الطب تقريبا تقبل منهم كل شيء، داك الشيء اللي تقبل منهم، وقال لهم دخلوا ديروا الامتحانات وكذا الى اخره، ولا بقات شي حاجه من بعد غادي نتناقشوا فيها. مع الاسف خرج هذاك
الصقع ديال وزير التعليم العالي، فهمتيني ولا؟ يعني هذاك يعني انسان صقع جاي من حزب صقع. ونقول لكم واحد القضيه، والله المغاربه لا شتيو الخير ما حدد الحزب تمايا، حنا كنقولها لكم شوف والله باش حلفت لكم، لان الله تعالى كيقول لما مسجد نسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. هذاك الحزب لم يؤسس على التقوى، أسس بنية سيئة، وأسس لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية، وأسس لإلغائه. ولهذا داروا في الأول كل الديمقراطيين، جمعوا كل الديمقراطيين. وشكون اللي ماشي ديمقراطيين؟ هما احنا. علاش؟ حيت قال لك عندنا اللحية. ولهذا السي محمد الزياني الا كتعقلوا عليه رحمه الله، فهمتي، هو كان صحفي في الاتحاد الاشتراكي، مشى يدخل في واحد المظاهرة داروها في الدار البيضاء، جراو عليه حيت شافوا عنده اللحية، ظنوا انه مع العدالة والتنمية ولا مع التيار الاسلامي ولا مع الحركة الاسلامية. فاين هما دابا؟ وهذا الشيء هذا كله وما انتبهوش ان رياح الله جاءت في 20 فبراير، فهمتيني ولا لا؟ وشطبتهم ولاو حزب هامشي، فهمتيني ولا لا؟ وظهرت العيوب ديالهم، وخرج منهم السي فؤاد علي الهمة وغيره من الاشخاص الذين على الاقل يعني ما تيبغيوش يكونوا في الحاجه اللي طايحه، فهمتيني ولا لا؟ وعاود ثاني راجعين لينا، وعاود ثاني جايبين لينا وزير العدل، فهمتيني ولا لا؟ وزير العدل ديال المغرب تيدافع على العيب والعار. حتى لا كان كاع حتى هو صقع، حتى قال لك كان كاع هذا الشيء غادي يكون، خلي شي صقع اخر يديرها. انت العدل، ملي وزير العدل يبدا يتكلم على العلاقات الجنسيه ويتكلم، شنو بقى في المغرب؟ واش بغيتيونا الاخوان، شنو بغيتيونا نديروا؟ نقطعوا حوايجنا ولا شنو نديروا؟ وهما في الاخر انتم كتشوفوا باش عرفوا المغاربه ما قبلوش منه داك الشيء اللي كان كيقول. ها هو في الاخر الحزب ديالو يعني طرده من رئاسه حزبه. خليو داك العناقات ديال المنصات وداك الهدور الخاويه، هذيك غير هدور خاويه هذيك، فهمتيني ولا لا؟ الواقع هو هذا، هو انه الشعب المغربي ما بغاش، وانه فهمتيني ولا لا؟ وتحدث عن تعديل وزاري الى اخره. انا يدبر راسو، بغى يبقى تما بغى يحيد. انا بالنسبه الي مشى في حالته، ولفظه الشعب، لا فضه حزبه ولا فضه الشعب، فهمتيني ولا لا؟ وحبذا السي اخنوش داك الشيء اللي قال بيتاس، لان هذا السي المراوي هو اللي خربق هذيك البيعه والشريه ديال مع الطلبه ديال الطب. حبذا ترجع لها وتقلب على حلول مع الطلبه، راه باقي ممكن. اعتق شحال كدا 20,000 طالب، 25,000 طالب السي عزيز، ما بقاوش فيك الاباء ديالهم والامهات ديالهم كيترجاوك. صافي دابا ولا نفترضوا كاع الا غلبتي عف، وراه باقي امكانيات. حنا عشناه في 72 كانت سنه بيضاء، ولكن حنا اللي كنا كنوجدوا في ديورنا، وكنوجدوا في الخزانات ديك الساعات وكذا الى اخره، دوزنا ونجحنا. علاش ما تخليوش الناس يدوزوا وينجحوا وياخذوا هذا الصيف هذا يوجدوا فيه الامتحانات ديالهم ويدوزوا في بدايه شتنبر وينجحوا وترجع البسمه؟ اسمح لي السي عزيز، هذه الحكومه ديالك ما كتعرف تدابز، ما كتعرف تصالح. خرجتي كدابز خرجتي كدابز مع الناس ديال التعليم، في الاخر درتي لهم كلشي اللي بغاو، زدتيهم 1500 درهم وداك الشيء، ورجعتي عاوتاني خرجتي وعاوتاني شديتيهم منهم شي وحدين، قلتي لهم لا هادو خصهم يدوزوا. صافي تصالحتي، ما كاين لا مجلس تأديبي ولا والو، بركه. صافي نفس الشيء دابا عاوتاني مع الطلبه، حتى وصلتيو لواحد النهار اللي صوتوا تقريبا بالنصف باش يمشيو معاكم، عاوتاني مشيتي وكتخرجوا لهم هذاك السيد اللي باغي يجيب لنا الشيخات نقراو عليهم في الجامعه، فهمتي ولا؟ حتى هو ما تيحشمش، فهمتي؟ سي نورمال. انسان اش غنقول لكم الاخوان؟ راه والله الا اكاد اقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، باش يكون المغرب فيه وزير التعليم العالي مشغول بالشيخات يقريهم لينا. اسيدي الشيخات ماشي شغلك، حنا يعجبونا الشيخات ولا ما يعجبوناش، هذا ماشي شغلك. حنا كنتصنتوا لهم الا بغينا وتيعجبونا، والمغاربه كيجيبوهم من الحفلات ديالهم والعرسات ديالهم وصافي، وانت جايبهم باغي تقريهم لينا في الجامعه، وهذه مصيبه. هذه
اش غيتربح الا قريتيهم لينا في الجامعه؟ واش الا بدينا كنعرفوا الاسماء ديال الشيخات وكذا الى اخره غادي نحلوا مشكل علمي في المغرب ولا مشكل اخلاقي؟ ولا قول لنا شنو غنديروا؟ هذيك واحد التعبير شعبي كاين، يعني انت وزير اعرض عنه، خليه، ما قال لك حد لا تعاديهم لا تاديهم لا والو. راه فيهم ناس مزيانين وفيهم ناس خايبين بحال كل شيء الناس، فهمتيني ولا لا؟ ولهذا راه خربوشه باقي الناس كيتكلموا عليها وعلى البطولات ديالها الى اخره اليوم، ولكن ماشي تجي انت تبدا تقرينا، فهمتيني ولا؟ شنو كانت كدير الشيخه الفلانيه وشنو كانت كدير الشيخ، الله يلعن اللي ما يحشم. هذه هي الحقيقه، هي هذه. ولكن الاخوان ماشي غير هذا الشيء، وهذه الحكومه هذه حنا دابا بكل صراحه على هذه الحكومه ما عطيناش اتساع، ما عطيناش الراحه، باقي ما كملناش هذا الشيء. طبعا ملي كنسمعوا شي تصريح موضوعي بحال الكلام اللي قالوا السي القجع مؤخرا باللي الحكومه ديال عبد الاله بن كيران يعني بالشجاعه ديالها وفرت للمغرب 30 مليار ديال الدرهم وخانه، يعني جاني هذا الكلام هذا يعني ما كافيش، لانه ما عرفتوش علاش تيهضر، واش على عام ولا على المده كلها. هي الا كان على المده كلها هي راه اكثر من 100 مليار ديال الدرهم. يعني كنشعروا بواحد شويه ديال الانصاف، واخا حنايا ما محتاجينش للقجع ولا لغيره بكل صراحه، لان التاريخ راه راسو قاصح. التاريخ غادي يقول شنو دار عبد الاله بن كيران، واش دارت الحكومه ديالو، وغادي يعترف بها وغينصفها. انا ما عندي غرض دابا دايريني شغال وخدامين بيا وكذا الى اخره، وتيديروا واحد المجهود كبير باش ما عمر يشوفني شي مغربي. وبالمناسبه هذه 3 سنين وانا امين عام ديال حزب العداله والتنميه، ولا مره جا عندي شي تلفزيون باش يقترح عليا نمشي نشارك في شي حوار ولا شي كلمه. تيجيو لعندي في بعض المناسبات ملي سيدنا كيتكلم تيقول لي رايك السي عبد الاله. الا هضرت معاهم عطيتهم دقيقه كيحيدوا منها 40 ثانيه وتيدوزوا 20 ثانيه. دابا هادو قلت لهم انا ما تبقاوش تجيو لعندي بلاش منكم، انا ملي كنبغي نتكلم مع المغاربه كنتكلم معاهم مباشره، فهمتيني ولا لا؟ انا هذا الشيء باش مشغول العداله والتنميه والحكومه وامور اخرى. ما تكلمتش على الامه العربيه والاسلاميه. اسمحوا لي الاخوان، راه ماشي غزه اللي في خطر، امتنا العربيه والاسلاميه كلها في خطر، وخصوصا اهل السنه منا. باش نكون معكم زعما واضح، ما يمكن ليناش ننكروا ان ايران هي محور المقاومه اليوم، نكون زعما بصراحه، وهي اللي كتساند بالدرجه الاولى يعني محور المقاومه اللي وقف وجه افغانستان وجه اسرائيل. ولكن احنا اهل السنه والجماعه 90% ديال المسلمين يكون عند ايران دور، انا ما عندي مانع، ولكن 90% فينا هو الدور ديالنا. ما نتكلمش على الدول اللي كتصيفط لاسرائيل يعني الماكله والشراب والفواكه والمياه والما نعرف شنو مما يجوز ومما لا يجوز شرعا، لاننا في حاله حرب معها. ما دام هم يقتلون اخواننا فنحن في حاله حرب، هذا هو الشرع. كل الامه في حاله حرب. لو كان هنالك سبيل يعني كيخص الرجال والنساء يخرجوا يمشيوا لتمايا بدون اذن الازواج، ولكن كاين الحدود والسدود والفيزات وما نعرف شنو الى اخره. فهمتي؟ اللهم اني مغلوب فانتصر. فهمتي؟ ولكن انا تنشوف باللي انا لست ضد حكام العرب والمسلمين، ولا ارى ان ملي كنشوف شي خطيب كيشتم في حكام العرب والمسلمين تيبقى فيا الحال تنقول هذا السيد ما كيفهم حتى حاجه. هذا واحد الوقت ديال التقريب والتغليب اللي تيقول، ماشي ديال المغالبه اللي تيقول السي احمد الريسوني حفظه الله. هذا الوقت اللي نقصوا من النزاع والخلاف بين شعوب الامه وبين حكامها، وننصحوا ونقول لهم اودي راه حنا ما قلنا لهم شو، ماشي حنايا، حماس ما قالت لهم شو اودي يدخلوا معنا في الحرب. فهمتيني ولا؟ ولكن راه هذوك خوتنا، وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. وما تعتقدوش باللي الا هزمتهم اسرائيل في صالحكم، الا هزمتهم اسرائيل هزمتكم. لان النهار اللي تهزموا العرب في 48، النهار اللي تهزموا العرب في 67، فهمتي ولا؟ النهار اللي تهزموا العرب في الحروب المواليه الا ديال 73 راه كلها الامه انهزمت، وكلها. انا في 67 كان عندي 13 عام وباقي كنشعر بالضيم ديال ديك الهزيمه،
وملي جات فرقه مسرحيه في 68 مشيت رشحت نفسي باش نمشي معاهم. مع الاسف ما رشحش نفسي في المسرح اللي حضرت فيه، لا غدا مشيت عندهم للفندق النزل الكبير اللي كان في المغرب الجراند اوتيل، وقلت لهم بغيت نمشي انا لفلسطين، كان عندي 14 عام. قالوا لي سير السفاره المصريه. طبعا ما عرف انا قاعد ديك الساعه السفاره المصريه فين كاينه، فهمتيني ولا لا، وما مشيتش بكل تواضع. فخصنا انا كنظن الامه العربيه اليوم بالخصوص الدول ديال اش كيتسموا ديال الطوق، ديال الجوار، طوق او جوار او السعوديه ماذا، فهمتيني ولا لا، والسعوديه ومصر، فهمتيني ولا لا، والدول الكبرى، فهمتيني ولا لا، وتركيا خاص، والمغرب والجزائر، فهمتيني ولا. هاد الاخوان ديالنا الجزائريين ما عرفتهم شنو كيدوز لهم في الدماغ. العالم داخل في تحولات، والمرحله ديال الهيمنه الغربيه المطلقه ما بقاتش، وربي اللي علم اش غيوقع وغدا وبعد غدا اش غنلقاو. اين سنجد انفسنا؟ هل مع روسيا ام مع الصين ام مع امريكا ام مع الهند ام لست ادري ماذا؟ ولكن اذا كنا مفرقين. دابا بغيت غير نعرفوا واش هاد الحكام العرب قراو داك الشيء اللي قرينا ولا ما قراوش. ملي كنا صغار الا كتعقلوا كان واحد درس فيه واحد السيد كيجمع ولادو، تيجيب لهم واحد القته ديال العواد وتيعطيهم العواد واحد تيقول لهم كل واحد فيكم يهرس العود ديالو، كيهرسوه كيتهرس لهم، كيجمع داك العواد الاخرين وتيصوب قته كبيره وتيعطيهم للولاد، تيقول لهم هرسوا هذا العواد، تيقول لهم ما قديناش نهرسوهم. اذا ملي كتكون مجموع ما غاديش، خصكم توحدوا. انا اناشد حكام العرب والمسلمين خصوصا الدول الرئيسيه فيهم والمغرب منها انهم يوحدوا السياسات ديالهم بالخصوص الخارجيه وبالخصوص في مقابل اسرائيل. وانا متاكد ان اسرائيل يعني والولايات المتحده، لانها هي الفاعل الاساسي، اذا كانت في اللغه ديال القانون هكذا كتسمى، اش كتسمى السي دريس؟ الفاعل الرئيسي، فهمتي ولا؟ في هذه الجرائم اللي كتوقع مع الاسف الشديد، فهمتيني ولا لا. وراه شحال مره تنفكر باش نصيفط شي رساله لهذاك بايدن، لانه جمعات بيني وبينه واحد ظرف لطيف الى اخره، وهو تيفهم الفرنسيه، فهمتي ولا لا. ما عرفت واش باقي كاين شي منفعه في هذا الموضوع ولا ما كايناش، فهمتي. يعني تنقول لهم وحدوا السياسه ديالكم، وطالبوا الولايات المتحده باش توقف هذا الشيء هذا، وطالبوا اسرائيل باش توقف هذا الشيء هذا، وهدوهم واحد شويه. الملك فيصل رحمه الله هددهم بالبترول، ما قال لهمش انا غنهجم عليكم. الملك فيصل ما عندوش باش يهجم حتى على، فهمتيني ولا، ديك الساعات عنده جيش بسيط. دابا يمكن الجيش السعودي تطور، ولكن ديك الساعات راه كان هددهم بالبترول وتوقفات واحد العدد ديال الامور رحمه الله. ديروا شي حاجه علاش يرحمكم الناس ملي تموتوا. غتموتوا غتبقاو الى الابد فوق هاد الكراسي ديالكم العروش ديالكم، ما تبقاوش الى الابد، غاديين تموتوا غتلقاو الله سبحانه وتعالى. فهذا هو، هذه الاخوان بعض القضايا التي تشغلنا. ما يمكنش حنا نمشيو نتشغلوا دابا مع الاخوان كتكلموا على العضويه القدام، واللي ما تلاش بغى يجي، واللي كيرتاح وكذا الى اخره. الله سبحانه وتعالى كيقول ومع المرحله الماضيه ومع الانتخابات ديال 2021 صافي، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يفعلون. قولوا لي واش انتم مشغولين بهذا الشيء ولا مشغولين بشي حاجه اخرى؟ الا كنتم مشغولين بشي حاجه اخرى قولوها لي. طبعا لابد راه حنا مشغولين بطبيعه الحال. ملي كتجي شي حاجه من اليمين ولا من الشمال ولا من شي شخص، فهمتي ولا، اللي عنده اعتبار في الحزب الى اخره، او كان عنده اعتبار ذات يوم، فهمتي ولا حتى غير بحال شي واحد واخا ما كانش عنده شي اعتبار كبير، فهمتي ولا، ولكن في وقت من الاوقات تسرب الى الامانه العامه بشكل او باخر، وبدا كيهاجم الامين العام الحالي من المؤتمر. ما تسنى تنهار ما تسناش، فهمتي ولا، وبدا يهاجم الامين العام الحالي وكذا الى اخره. سيدي إذا كنت على قولة الله أكبر، إذا كنت يعني فيك الإيمان وفيك، شوف هاد الحالة ديال هاد البلاد ديالك وديال هاد الأمة ديالك، ونوض عاون باللي قديتي من الموقع ديالك. مادام تبارك الله عليك أعطاك الله هاد السيولة في القلم وهاد المعلومات وهاد الشيء الذي لم نكن نعرفه عنك إطلاقا، إيوا
فهمتيني ولا لا؟ ياك السي محجور كتسمعني مزيان. نوض 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 كتب وعاون بما استطعت. ما استطعتيش على الاقل تهدم. اما تبقى راه ما غتدي والو من العداله والتنميه وما غتدي والو من عبد الاله بن كيران. انا نقول لك كاينه شي حاجه سميتها الديمقراطيه، حنا امنا بها، وهاد الديمقراطيه راه ماشي جديده علينا. حنا عندنا الشورى ديالنا، والشورى ديالنا هي هذه. وقال له تعالى، قال له الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الامر. حنا كنطبقوا الشورى وقبلنا بهذه الصيغه الديمقراطيه الجديده. والديمقراطيه الجديده ملي الحزب كتقولوا مات، الحزب ديالكم اللي مات، اما الحزب ديال العداله والتنميه باقي حي. الاخوان قال لك السي عبد الاله جي توكل الله، جينا احنا كنحاولوا الحمد لله. باقي الحزب. ها انتم شوف دير ديك الكاميرا دوز لهم هاد الاخوان هادو، متيو انتم ولا باقيين حيين؟ الحزب اللي انتم كتنتميوا له مات ولا باقي حي؟ لا يزال حي يرزق واي واجيه واي الى اخره. فاذا ها انتم خدامين. ها البارح انعقدت الامانه العامه بما يشبه الاجماع تقريبا. كل شيء جا، واحد 3 ولا 4، كل واحد عنده شي ظرف. ما واحد ما تيجيش هذاك صحيح، انت السي الشوباني ما تيجيش، ولكن الاخرين تيجيو 200 ولا 3 ولا 4 ديال الاخوان اللي ما جاوش البارح، 200 ولا 3 اللي ما جاوش. ياك 3 اللي ما جاوش عندهم ظروف اللي ما عرفتش. هو السي جامع ما بقاش تيجي. السي جامع بعد الضربات التي وجهها له اخوانه مع الاسف الشديد. قال لي واحد النهار هذاك السي عبد السلام الهراس الله يرحمه، قال لي الاسلاميين يعني متخصصون في القضاء على قيادتهم. هكذا قال لي، الله شاهد. شي كلام المعنى اللي كان كيقول. هو كان كيتكلم ديك الساعات على لبنان لانه هو عاش في لبنان وقرا في لبنان وداك الشيء. كان كيتكلم تيقول لك الاسلاميين متخصصون في القضاء على قيادتهم. ولكن نقول لا السي محجور ولا من معه، انت ولا محجور ومن معه، تنقول له زعما غير رد البال، راك غير تضيع وقتك. بغيتي تسترجعوا المبادره، استرجعوها من خلال العمل، ساندوا الحزب ديالكم او لا ساندوا غير المبادئ والقيم. انا اذا سمحتوا لي، واخا كاين واحد الاخ يعني كينتقدنا وكذا الى اخره، هو السي محمد يتيم، ولكن تنحييه لانه هو ما تسناناش حتى نقولوا له شحال كان التسالك ملي خرج القرار ديال الفلوس، شحال كيعطي الالتزامات ديالو كوزير سابق. وطبعا كان بعض الوزراء باقي ما خلصوش داك الشيء اللي عليهم، فهمتيني ولا؟ وحنا حشمانين غير نجبدوهم، فهمتي ولا؟ واحد على الاقل بعدا اللي باقي في الذاكره ديالي. حنا ما بغيناش الاخوان يعني. وتيكتب مره تيكتب شي حاجه، فهمتيني ولا؟ طبعا ما قبلناش منه القضيه ديال القراءه الجماعيه، لان خفنا من هذا الشيء، خفنا نوليو كنشتموا ببعضياتنا. واش دابا بغيت غير نسولكم اللي عنده هذه الملفات، انا ذكرت لكم دابا غير 4 الملفات. هاد الملفات هادو راه واحد الملف فيهم غادي يطيح داك جبل تبقى، غيطيحوا الارض ويجيبوا الارض خاشعا متصدعا من انتقال الملف، فهمتيني ولا لا؟ اللي قال الله سبحانه وتعالى على القرآن الكريم. فكيف بكل هذه القضايا وما ذكرت لكم؟ بغيتوا تعرفوا الحقيقه، شتي هادشي اللي ذكرت لكم على الوطن ديالكم، على الامه ديالكم، الامه المغربيه والامه العربيه والامه الاسلاميه، والله العظيم الا هادشي اللي ذكرت لكم الا مجرد يعني جزء من الواقع. والله العظيم ان الاخطار التي تحيط بنا من كل جانب انها اكبر من هذا بكثير واخطر من هذا بكثير. وحنايا شنو نكونوا حنايا؟ يعني واحد المجموعه ديال. ولكن هذه الساعه واش بغيت نسولكم الاخوان، يمكن لي انا دابا نقول لكم الله يهنيكم نمشي في حالتي لدار الناس. راه بالمناسبه انا اليوم راه تعطلت واحد شويه لانه يعني كنت متعب الليله ديالي ما قدرتش زعما ندوزها بطريقه عاديه. تقول شي سبب بسيط، ربما نكون شربت شويه ديال اكثر من القياس البارح ولا شي حاجه بحال هكذا، فهمتيني ولا لا؟ ولكن ملي سمعتكم تتهضروا على السيد المدير العام الحمد لله يسعفنا بالتقنيات الجديده، ملي سمعتكم تتهضروا على العضويه، فهمتيني ولا لا؟ جمعت راسي حتى كدت ان ادخلكم معي الى الحمام، يعني ان ادخل الايفون ايباد عندي واحد الايباد، فهمتيني ولا؟ فلهذا ارجوكم اشتغلوا بما نحن بصدده. اللي بغى يشتغل معكم بارك مسعود، اسمع لي هذا شرف ياك العداله والتنميه، يعني الله سبحانه وتعالى قدر واحد الوقت ويسر ووصل لواحد المراتب عليا تحت الرئاسه ديال الاستاذ عبد الاله بن كيران، ياك
ولينا في رئاسه الحكومه حنايا بعدا النهار اللي كنا بغينا ندخلوا كان الامل ديالنا ينجح واحد منا. عقلت يا السي العربي على هذا الشيء ولا لا؟ قلنا غير وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه، وقلنا نديروا غير نتاسى بهذه الايه، غير شي واحد تما يقول له ما عافاكم الا ما يعني اتقتلون رجلا يقول ربي الله، واذا به ولينا 49 و46 و107 و125 وترأسنا الحكومه الاولى فهمتيني ولا لا؟ واخا قلعوني انا فهمتيني ولا لا؟ ترأسنا الحكومه الثانيه فهمتيني ولا لا؟ ياك صافي ياك العداله والنيامات ياك ما بقى بغات، حنا باقيين باغيين. وعلاش؟ حيت فيه كنقوم بواجب، وحيت الا وصلنا عند الله وقال لنا علاش ما درتوش الواجب ديالكم، نقولوا له يا ربي صحيح حنا كنا مقصرين، كل شيء اللي كتقول فينا صحيح، وين راه حنا حاولنا فهمتيني ولا لا؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنت. حنا غير درنا داك فهمتي باش ما يتسماش اننا ما درنا والو كاع. اللي قال لي واحد النهار واحد الصحراوي قال لي اللي دار شي احسن من اللي ما دار والو. دابا الا جبتي شي خريف ضعيف وذبحتيه في العيد احسن من اللي ما جبتي والو كاع فهمتيني ولا لا؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.